لو جوزك زعلك وقالك انت بالك طويل وبطيئة قوي، رد عليه وقولي له ربنا اداني الصبر وطولة البال عشان اعرف استحملك. لو واحدة قالت لك هو انت لسه ما خلفتيش لحد دلوقتي ليه؟ انت ما رحتش للدكتور؟ رد عليها وقولي لها انا رحت للدكتور وقال لي هتخلفي لما شياطين الانس والجن يتحرقوا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. مفيش في حياتنا أكتر من الكلام. في ناس بقى متخصصة في إن هي تحرج غيرها وتجرح غيرها وتتنمر على غيرها بالكلمة السيئة بدل ما تقول الكلمة الطيبة. المشكلة بقى مش في الكلمة اللي بتتقال، المشكلة في قهرتك انتي بعد ما تروحي والكلمة تعباك وتعبى نفسيتك وكاتمة في نفسك وحبسة غضبك وعمالة تلومي وتأنبي وتعاتبي نفسك وتجلدي في ذاتك. هو أنا سكت ليه؟ هو أنا ما أخدتش حقي ورديت ليه؟ بدل ما أنا قاعدة بغلي في نفسي كده أنا ما رديتش ليه؟ نعمل إيه مع الناس دي؟ لو واحدة مثلا جت قالت لك إيه ده؟ هو أنت تخنتي قوي كده ليه؟ هو أنت إيه اللبس اللي أنت لابساه ده؟ اللبس ده مش لايق عليكي خالص. انت عندك حل من اتنين، يا اما تسكتي وتتجاهلي خالص وما ترديش وتعملي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وزي ما رسولنا الكريم قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهتسلمي امرك لله وربنا هيجيب لك حقك باذن الله، وتوكلي على الله وحاولي تعيشي بقى سلام نفسي كده مع نفسك، وما تتقهريش من الكلمة وما تأثرش فيكي وتقعدي تغلي في نفسك وتتعبي نفسك، لان ده حرق دم وحرق اعصاب. لان هي يعني اللي بيقولك الكلمة دي عايز يشوف ارتباكك، متخصص في حرق الدم، هو عايز يحرق دمك، عايز يشوفك بالشكل ده. انت لازم يكون عندك ثبات انفعالي. لو مش هترد خالص بصيله بصة كده تحرق دمه، لو مش هتردي، لو مش عايزة تردي. لكن لو عايزة تردي لازم تردي صح. الرد مش انك تنفعلي وتغضبي وتشتمي وتصوري وتبرري وتقعدي تدافعي عن نفسك، لا غلط، ده كله ضعف منك، ضعف منك. لو هتردي وعايزة تردي صح، يبقى عندك ثبات انفعالي، تبصي في عينيه كويس جدا، تقولي له هو انت شاغل نفسك بيا ليه؟ ما تخليك في حالك، اشغل نفسك بنفسك شوية. ايه اللي يخصك انت شاغل نفسك بيا ليه؟ كلمة بسيطة، رد عليه بسؤال يخليه يرتبك، يتحرج، يتكسف على دمه. ما هو المشكلة في اننا الكلمة بتوجعنا وبتجرحنا، فيا اما تسكتي ما تردش خالص، يا اما تردي الرد الصح. لان انتي طول ما انت عايشة، طول ما احنا عايشين في الدنيا هنفضل نسمع كلام مؤذي من الناس المؤذية دي، كلام يجرحنا، كلام يوجعنا، كلام يحرق دمنا. هم بيبقوا عايزين كده، هم متخصصين في كده، ربنا خلقهم مؤذيين، بندعي لهم وربنا يهديهم. الناس دول عشان سلامتنا النفسية وصحتنا النفسية نبعد عنهم، نتجنبهم نهائي. حتى يعني نتجنبهم من اول فعل، من اول كلمة زعلتك، حط خط احمر بينك وبينهم. لا مفيش تعامل تاني. انا مش مستعد احرق في دمي كل شوية، مش مستعد اتأذي كل شوية وافضل اكبت زعلي واكتم غيظي واروح مقهورة واقهر في نفسي والوم نفسي. انا ليه ما ردتش وخدت حقي؟ انتي ما بترديش، ومعظمنا ما بيردش، لانه بيتفاجئ. انت عقلك بيتفاجئ بالصدمة، بيبقى في حالة صدمة. انت ما ترديش ليه؟ انت مش ضعيفة. ما انت ممكن برضو تهنيه، تجرحيه. الاهانة سهلة جدا، الاهانة سهل. اللسان سهل يغلط. انت ممكن تجرحي، ممكن تأذي، ممكن تغلطي زي ما هو غلط فيكي، لكن انت مش ضعيفة فعلا، انت عقلك لما بيسمع الكلمة بيبقى العقل في حالة صدمة
فبيتخرس ما بترديش، بتتفاجئي على ما بتستوعبي بقى وتتملكي نفسك وتجهزي كده رد. بيكون الموقف عدى وفات، وردك بعد كده بقى بعد ما الموقف يعدي مالوش اي لازمه. فانت بتتفاجئي انت مش محضره رد، انت عقلك بيتصدم، بيبقى في حاله صدمه. فده بيبقى سبب سكوتك، ان عقلك مصدوم. عقلك بيتصور او بالظبط كأن الإهانة دي أسد بيهجم عليه، فبيبقى مش عارف يعمل ايه، بقى مصدوم. لكن انت مش ضعيفة، انت قوية، انت سهل انك تهيني وتردي الإهانة زي ما توجهت لك بالظبط. لكن احنا لازم نكون عاقلين، نتحلى بالعقل والحكمة. يا إما نسكت ونتجاهل ونبقى في حالة سلام نفسي مع نفسنا، يا إما نرد على الإهانة بسؤال يخليه هو اللي يبقى في حالة ارتباك، يستحي على دمه، يتكسف من اللي عمله. انت اللي تحرجيه وتحرقي دمه، تقلبي الترابيزة عليه. فالكلام المؤذي هنفضل طول عمرنا، طول ما احنا عايشين هنفضل نسمع كلام يوجعنا ويحرجنا ويأذينا من الناس المؤذية دي. فلازم نعتزلهم ونتجنبهم وننجو بنفسنا عشان نعيش في سلام نفسي مع نفسنا. يا إما نرد صح، يا إما نسكت ما نردش. إنما اوعي تردي رد يبين ضعفك ويهزك ويهز ثقتك في نفسك قدامه. لو هتردي رد صح، يا إما ما ترديش خالص. اوعي تردي رد غلط، اوعي تعلي صوتك تشتمي، هتبقي زيك زيه، بقيتي زيك زيه بالظبط. تحاولي تبرري الكلام اللي قاله، تحاولي تبرري لنفسك، تحاولي تدافعي عن نفسك. لا لا لا، ما تعمليش ده كله ضعف. خلي عندك ثبات انفعالي. يا اما تسكتي وتكتمي غيظك وتبقي في حالة سلام مع نفسك، يا اما تردي رد صح، ترد عليه بسؤال يحرق دمه. وانت شاغل نفسك بيا ليه؟ ما تشغل نفسك بامور حياتك. انت ايه دخلك في شؤوني؟ ايه اللي فارق معاك؟ لان الكلام اللي بيوجع وبيحرق كتير. ناس تقولك هو انت مالك كده، وانت شكلك عامل كده، انت عجزتي ليه، انت تعبانه، انت عيانه، انت مريضه، انت لبسك عامل كده ليه، انت مهربده ليه، انت مش عارف ايه، انت انت لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، هو احنا مش هنفرح بيكي. يا الكلام المؤذي والكلام المتعب كتير جدا كتير جدا. فنعتزل الناس دي ونتجنبهم، ويا نرد عليهم رد صح، يا نسكت وما نردش خالص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.